اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم طريقه عمل خبز بدقيق القمح الكامل بطريقه سهله جدا وبسيطه وطعمه بجد روعه. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 3 كوبايات من دقيق القمح الكامل، دقيق سنبله الفرات ده الشكل بتاعه. عندي بيضه، كوبايه من اللبن، ربع كوبايه زيت ذره، معلقه من عسل النحل، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه. محضره عندي البوله نزلت فيها بكوبايه اللبن مع الخميره وعسل النحل. وهجيب عندي المضرب اليدوي او المعلقه وهبتدي اخفقهم بالشكل دوت لحد ما الخميره تدوب خالص مع اللبن. بعد كده هنزل عليهم بربع كوبايه من زيت الذره وهستمر في الخفق. هجيب عندي بيضه وهبتدي اقلبهم مع بعض بالشكل ده. هجيب عندي بقى الدقيق هيكون 3 كوبايات من دقيق القمح الكامل. هبتدي انزل بنص الكميه وهبتدي اعجن فيها بالشكل ده، وبعد كده هنزل بباقي الدقيق وهستمر في العجن لحد ما تديني عجينة طرية لينة زي ما انت شايفة بالشكل ده. اخدت بالظبط 3 كوبايات من دقيق القمح الكامل. هجمعها بقى في البول عندي وهسيبها في مكان دافي لمدة نص ساعة لساعة الا ربع لحد ما تختمر معايا وحجمها يتضاعف. بعد ما اختمرت معايا بالشكل ده هطلعها عندي من البولة على مفرش العجين، وهبتدي اعملها رول زي ما انت شايفة كده. وهجيب عندي السكينة او القطاعة وابتدي اقطعها لقطع متساوية. بعد كده هاخد كل قطعة وهكورها زي الكورة زي ما انت شايفة بالشكل ده وهرصها عندي. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. بعد ما شكلتها بالشكل دوت انا هبتدي اشتغل فيها على طول. هجيب عندي النشابة وهبتدي افردها، ما تخليهاش رقيقة قوي، يكون ليها سمك زي ما انت شايفة بالشكل ده. وبعد كده اخد الطرف ده واتنيه على الطرف التاني، واجيب عندي صينية تكون مدهونة بالزيت وهبتدي ارصها، وتكون كل قطعة بعيدة عن التانية بمسافة زي ما انت شايفة بالشكل ده. بعد ما هشكلها كلها هسيبها تختمر تاني للمرة التانية لمدة ربع ساعة لحد ما حجمها يتضاعف. هجيب بقى عندي نص كوباية من اللبن مع صفار بيضة ومعلقة من الخل، وهبتدي اقلبهم مع بعض وهدهن الوش. هتكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 180 درجة زي ما انت شايفة بالشكل ده. بعد ما دهنتها هجيب بقى عندي رشة من السمسم، وممكن تسيبيها من غير اي اضافات تانية زي ما انت شايفة بالشكل ده. هديها رشة من السمسم. هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180 درجة. الفرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق بالظبط. هتاخد في حدود 12 دقيقة. اول ما تلاقيها احمرت من تحت بتولعي الشواية بتاخد اللون الذهبي، واول ما تطلع من الفرن هنغطيها لمدة دقيقتين عشان تفضل معاكي طرية لاخر قطعة. زي ما انت شايفة طالعة ما شاء الله، مش عايزة اقولك هي سخنة خالص. هسيبها لحد ما تبرد. بعد كده هجيب عندي بقى جبنة اي حشوة انت تحبيها، للفطار للعشاء للغدا كمان. بجد تحفة. خبز مشبع جدا، لو عاملة نظام غذائي هيساعدك جدا على تنظيم الوزن. طعمه حلو قوي يا جماعة. اعمليه بالشكل دوت وبالطريقة ديت هيطلع معاكي ناجح من اول مرة. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله هتعجبك، وألف هنا وشفا. سلام عليكم.